السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في حلقه جديده من حلقات كوزي فاطمه. كنتمنى نلقاكم في فيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك المول عجيب بذوق القهوه والشوكولاته. كيجي رائع، اتمنى ان شاء الله الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. خليكم الان مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، عندنا كيس واحد من السكر الفاني، كيس واحد من خميره الحلويات ما يعادل 8 غرام، ملعقه كبيره من الكاكاو، كاس صغير ديال السكر حبيبات، كاس صغير ديال زيت المائده. كذلك كنحتاجو كاس صغير ديال الماء دافي، كنضيفو عليه معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، والدقيق حسب الخليط، مع قبيصه ديال الملح حسب الذوق. هادو هما المكونات اللي كنحتاجو في هذه الوصفه. بالنسبه لطريقه التحضير، في اناء كندير بيضه واحده بحراره المطبخ، كنضيف عليها قبيصه ديال الملح حسب الذوق مع كيس واحد من السكر الفاني، وكنضربوا هاد المكونات مزيان بالفوي حتى كينسجم لي الخليط. كنضيف كاس من السكر الحبيبات، من بعد كنستمر في الخلط. كنضيف كاس ديال زيت المائده، دائما عباره بكاس صغير. كنخلط المكونات مزيان حتى كينسجم لي الخليط. كنضيف كاس ديال الماء دافي مع قهوه سريعه الذوبان، كنستمر في الخلط. من بعد كنضيف الدقيق حسب الخليط، دائما الدقيق يكون حسب الخليط، مع كيس واحد من خميره الحلويات. كنحركوا هاد المكونات جيدا حتى كنحصلوا على خليط منسجم. كنضيفوا في الاخير ملعقه كبيره من الكاكاو. كنبقاو مستمرين في الخلط. وهذا هو القوام ديال الخليط ديالنا. كنديروا في مول بدهون بزبده ومرشوش بالدقيق. كندخلها الفرن المتخمق على 150 درجه حتى كطيب من التحت ومن الفوق. وخديتها درت كناش ديال الشوكولا، وزينت بحبيبات ديال الشوكولاته الملونه بهذه الطريقه والسيجار في الاخير. والتزيين كيبقى اختياري. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديالي تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا اللايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفاتي. الى وصفه جديده ان شاء الله.